لوحدهم والله العظيم بيجوا برجليهم، انت فاهم ازاي؟ ما احنا قلنا من الاول ان سبب انسحاب الزمالك من السوبر هو خوفهم من هزيمة تقيلة تفضل تطاردهم على مدى العمر الطويل. قالوا لا، ده عشان خاطر كهربا اهو، ادي كابتن محسوب على نادي الزمالك ومحسوب بآرائه دايما الموالية لنادي الزمالك ضد النادي الاهلي. قال لك ان هو كان بيدعم قرار الانسحاب، كابتن رضا عبد العال كان بيدعم قرار الانسحاب بسبب الخوف من الهزيمة قدام الاهلي. مش انا اللي هعيط، هو اللي كان هيعيط بنتيجة كبيرة جدا. الكابتن اهو الكابتن، وبيقول لك ايه بقى، بيطالب سيادة الموسيقار بالانسحاب زي ما انسحب كده من السوبر، ينسحب زي الشاطر من البطولة العربية علشان خاطر الفضايح هتبقى تقيلة أوي، هتبقى تقيلة أوي وشديدة أوي، فأنت فاهم؟ لا بكرامتنا كده ونجيب خطوتين لورا وخلينا هنا في مصر الأول. إذا كنا احنا هنا مع فرقة، انت فاهم، انا مفيش منها اي رجا خالص، مش عارفين نعمل حاجة، هنروح بقى قدام النصر السعودي والحاجات الكبيرة اوي دي اللي فيها كريستيانو والحاجات دي يتلسع لسع حلو، ما ينفعش، لا نلم ورقنا ونيجي. وانا بصراحة بأيد برضو الرقم ده الرأي ده، لان هيمثل مصر للأسف، هيبقى تمثيل يكسف. سلام.